أهلا بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: سيف زاهر يكشف عن ثنائي أجنبي قريب من النادي الأهلي. قال سيف زاهر: هناك العديد من الأجانب على رادار النادي الأهلي زي إيفرتون دا سيلفا، ولكنه مصاب ولن يعود قبل شهر من الآن. إلياس شوارف سعره وصل إلى 2 مليون دولار، الأهلي يدفعهم لسيون السويسري، والأهلي حتى الآن في وضع انتظار قرار نادي سيون من أجل شراء إلياس شوارف. خبرنا الثاني: صدمة بشأن رحيل أكرم توفيق. تعرف على ما قاله سيف زاهر. قال سيف زاهر: أكرم توفيق خلاص على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، الصفقة تقترب من النهاية، الأقرب لأكرم توفيق هو رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى نادي الشمال القطري. خبرنا الثالث: محمود الخطيب وكولر يحسمان موقف علي معلول في النادي الأهلي. أكد الإعلامي أمير هشام على أن الخطيب ينتظر نتيجة محاولات محمد رمضان مع كولر لسرعة قيد علي معلول، وإنه خلال الساعات القادمة وبنسبة كبيرة سوف يتم وضوح الرؤية بشأن موقف علي معلول وقيده مع النادي الأهلي أو رحيله. خبرنا الرابع: محمد شبانة الأهلي رفض رحيل مروان عطية. قال شبانة: الأهلي رفض رحيل مروان عطية عن الفريق بعد وصول عرض بقيمة 3 مليون دولار. الأهلي رفض هذا العرض وتمسك باستمرار مروان عطية. محمد رمضان رفض العرض المقدم له. خبرنا الخامس: مهاجم نادي إنبي أحمد أمين أوفا: لولا وسام أبو علي لانتقلت للأهلي. قال أوفا: لولا وسام لكنت لعبت في النادي الأهلي، حيث كان الخيار الأول للمهاجم الأجنبي، ولو لم يحدث كنت أنا سأنضم للنادي الأهلي.